سيل جارف من الانتقادات هال على الإدارة الأمريكية عموما وعلى أوباما خصوصا بعد حادثة مقتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي، والإعلام الأمريكي بالتحديد يعتبر شاهدا على ذلك. President Obama's response in both words and action to the beheading of American James Foley was so weak, wimpy and pathetic that it's embarrassing. لم تمض إلا أيام قليلة على الحادثة إلا وانتشر خبر آخر يتحدث عن إطلاق سراح صحفي آخر كان محتجزا لدى جبهة النصرة. وإن كان يصعب تحديد جماعة داعشية إن كانت في سوريا أم في العراق، فلا شك أن جبهة النصرة ينحصر تواجدها في سوريا. We begin in Syria, where a U.S. journalist has been freed after spending nearly 2 years in captivity. Now, Al Jazeera has obtained pictures of Peter Theo Curtis. He was captured in 2012. He was seized by the Al-Nusra Front. Now, it's been playing a significant role in the fight against the Syrian government. Executed an American journalist. Another has been set free. Peter Theo Curtis was kidnapped in Syria in 2012, but he was held captive by a different militant group, the Al-Qaeda-linked Jabhat al-Nusra. محطة الأخبار القطرية الناطقة بالإنجليزية توجهت إلى الرأي العام العالمي لتقدم قطر كوسيط بذل كل ما يستطيع للإفراج عن الصحفي دون فدية تدفع. Crediting Qatar for his release, saying they don't know the exact terms of the negotiations, but his mother Nancy said in a statement, quote, "We were repeatedly told by representatives of the Qatari government that they were mediating for Theo's release on a humanitarian basis without the payment of money." كثيرة هي التحليلات التي قدمت الخطوة على أنها هدفت لتبييض صفحة الإدارة الأمريكية بعد مقتل الصحفي فولي، إلا أن تحليلات كثيرة رأت ذلك سطحيا، لأن تصريحات أخرى للإدارة الأمريكية قد فهم منها ما هو أبعد من ذلك بكثير. Other hostages who remain in custody, and it's estimated that there are at least 20 other foreigners, Westerners, who are held captive somewhere in Syria by various organizations. When people harm Americans anywhere, we do what's necessary to see that justice is done. تحقيق العدالة هو الهدف الذي يسبق معظم القرارات الأمريكية بشن حروب خارج حدود الولايات المتحدة. فخيار توجيه ضربات عسكرية ضد معاقل التنظيمات الإرهابية التي يقصد بها الإعلام الأمريكي كل التنظيمات الإسلامية المتطرفة يبقى مفتوحا غير منحصر بالعراق، فبال الرئيس أوباما سيبقى مشغولا على ما لا يقل عن 20 صحفيا مخطوفين داخل سوريا، ما يقدم المبرر للتدخل من أجل إنقاذهم. Base of ISIS in Syria will have to deal with that home base at some point. This, of course, after ISIS shocked the world with its brutal and barbaric beheading of James Foley. من ناحية أخرى، فإن الإعلام عربيا وغربيا لا يسلط الضوء على تفاصيل قرار مجلس الأمن الأخير حول منع التمويل والتعامل مع داعش والنصرة تحت الفصل السابع، وهو الخيار العسكري. فلا أحد يفسر طبيعة العلاقة القوية بين تلك التنظيمات وأطراف كقطر، لدرجة أن تمون قطر على النصرة بأن تفرج عن رهينة كالصحفي الأمريكي دون تقاضي أي فدية. فأي علاقة وطيدة تلك التي تتعدى حدود التمويل إلى التمني والوساطة، لا بل إصدار الأوامر بالإفراج عن رهائن، وهو ما يجعل قطر مخالفة لقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع العسكري، وهو الفصل الذي لم يبين حتى الآن إن كان يتضمن التدخل العسكري فقط في الأماكن التي تتواجد فيها داعش والنصرة، أم يمتد للدول التي تدعمها وتتواصل معها.